كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاوضات جادة بين نادي فالنسيا الأسباني والنادي الأهلي المصري لضم نجله حارس المرمى مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. مصطفى شوبير لم يشارك في مباراة الأهلي التي فاز بها على بتروجيت الأربعاء الماضي بنتيجة 3-2، حيث حقق فريق الأهلي انتصاره الأول في مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويأتي اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بمصطفى شوبير رغم كونه الحارس الثاني للفريق الأول في النادي الأهلي خلف محمد الشناوي حارس المنتخب المصري، وسط منافسة قوية مع حراس متميزين مثل حمزة علاء ومصطفى مخلوف. وأوضح أحمد شوبير أن شركة التسويق الأوروبية ذاتها التي تولت ملف انتقال عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي تقف وراء المفاوضات هذه المرة. وأشار إلى أن تلك الشركة تحاول فتح أبواب الدوري الأسباني أمام الحارس الشاب الذي وصفه بأحد أبرز العناصر الواعدة في الكرة المصرية.